ايوه بلا شو. مالك بتقلبي في القناة كأنك بتدوري على حل اللغز؟ اصل كل ما احاول اتفرج على مسلسل الاقي نفسي دخلت في اعلان قبل الفطار، اعلان بعد الفطار، اعلان جوه الفطار نفسه، لدرجه اني شكيت ان المسلسل هو الفاصل والاعلانات هي البرنامج الاساسي. وهو كله بيحوش، الشركات بتحوش فلوس واحنا بنحوش دهون. المشكله مش في اعلانات الاكل بس، المشكله ان التبرعات بقت سبوبه اكتر من انها خير. الجمعيات بقت عامله افلام انتاج ضخم، تلاقي الاعلان معمول بجوده احسن من السينما شخصيا. اكاد اشم رائحه الميزانيه المهدره. خلينا نتكلم جد يا فتحيه، رمضان بقى الموسم الرسمي لجمع التبرعات. اخر الاحصائيات بتقول ان المصريين بيتبرعوا في رمضان بس باكتر من 10 مليار جنيه. يا ساتر يا رب، ده احنا ممكن نشتري بيهم نادي كوره ونجيب ميسي يلعب في الحواري. المشكلة مش في التبرع، المشكلة إن محدش عارف الفلوس دي بتروح على فين بالظبط. بتروح للأيتام والمحتاجين بس بعد ما تعدي على المدير المالي والمدير الإداري والمدير التنفيذي ومدير لماذا نحن هنا، وكل واحد يشيل له كام شاليه على جنب عشان الخطة المستقبلية. فاكرة الجمعية اللي قالوا إنها جمعت 21 مليون جنيه علشان تبني مستشفيات وطلعت الفلوس دي أصلا رايحة لقصور المسؤولين؟ يلا اشتروها عادي. أصلهم كانوا بيبنوا المستشفى الأول على البحر، بس البحر طلع محتاج تجهيزات 5 نجوم. إعلانات زمان كانت بسيطة، تلاقي راجل كبير بيقولك ساعد أخوك المحتاج، صوت هادي وكلام مؤثر وخلاص خلصنا. دلوقتي الإعلان لازم يكون فيلم درامي كامل. أيوة، يبقى عندك طفل حزين يا حبة عيني وموسيقى حزينة ومونتاج فيلم أكشن وتحس إنك لو ما دفعتش هتتصنف ضمن الأشرار بتوع الأفلام. ولو خدتي بالك رمضان زمان كان كله العيلة الكبيرة، رمضان جانا. دلوقتي بقى كله التبرع جانا، ولو ما اديتنيش فلوسك يبقى ذنبك على جنبك. افتح قلبك وساعد المحتاجين، وإلا احنا هنعرف مكان بيتك وهنيجي نخبط عليه. بصي، الإعلانات دي بتشتغل على العاطفة وبتزود التبرعات بنسبة 40%، لكن في نفس الوقت بتخلق حالة من الشك عند الناس. طب ما تيجي نعمل إعلان احنا كمان. إعلان عن إيه يا فتحية؟ عني يعني. ساهم في مساعدة فتحية، فتاة طموحة تحاول شراء سحور فاخر يحتوي على فول وبيض وبطاطس، كل لقمة بتفرق. لا بجد، الفلوس دي المفروض تروح لمستحقيها مش لإنتاج الإعلانات نفسها. شوفي الإعلان ده، بيتكلموا عن جناح أطفال مجهز بالكامل. أيوة بس استنى، مش ده نفس الجناح اللي جمعوا له تبرعات السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها والسنة اللي قبل لها؟ يعني الجناح ده بقاله 5 سنين بيتبنى ولسه مش جاهز؟ طب ما يمكن بيبنوه بالطوب واحدة واحدة، أو يمكن الفلوس راحت على إعلان السنة اللي بعدها. فتحية مش راضية. لا، فتحية بتسأل هو الخير بقى مسلسل بجزء جديد كل سنة ولا إيه؟ طب والحل؟ الحل إن الناس تتأكد الأول إن الجمعية مرخصة، يسألوا على شفافية الحسابات، يتأكدوا الفلوس بتوصل لمستحقيها ولا بتتكوش في جيوب. وهو ده اللي هنسأله للناس. إيه أغرب إعلان تبرع شفته في رمضان؟ ويا ترى بقى هتبقى جزء من الخير الحقيقي ولا هتساهم في موسم التبرعات الجديد؟